دلوقتي احنا في الريست ومعايا كلوبه قمره عسوله وعماله تهوهو على كل الناس، بس معايا اموره وعايزين ناكلها. زوزو هتاكلها. يا روحي جعانين، يا روحي، يا حبايبي جعانين، يا حبيبتي انتي قمره. انا مش عارفه الناس بيخافوا منهم ليه، احلى كائنات في الدنيا، فرحانه وعيالها فرحانين. يا روحي ربنا يكرمك يا زوزو، يا سلام يا حبيبتي عزه. كده بقت رحله سعيده. دي حسنات عشان هم جعانين طبعا جعانين يا روحي. اللهم صل على النبي. لو معاكي سندوتش بيت تاني هاتيه. يا روحي، يا روحي انتي. عايزه اقول لكم الجو تحفه تحفه. الساعه 4:30 والجو تحفه، واحنا بعد اول ريست. تعالي يا ساره. ساره خايفه من الكلاب؟ انا خايفه جدا يا جماعه، ما بحبهمش بجد. لا بس ياسمين تخيل احبهم. تعالي تعالي شوفيهم لا بس. لا لا ده واحد دخل الجنة عشان شرب الكلب. بجد. لا. على فكره انا بحبهم وشربهم بس ما اقدرش منهم. واللي دخلت النار عشان حبست القطه، صح؟ شايفين الجمال؟ جعانين جدا، ابرياء جدا. ما تيجوا نتصور. وفي 2 كلاليب نايمين اهو. تعالي 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 تصوري. طب هو حد يطول؟ عايزه كلب اكبر من كده. تعالي تعالي يا رانيا. عايزه كلب عليه. لا انتوا خوفتوهم ولا ايه؟ انت في ايه يا عز؟ عبد الله حاسبي بس عشان الميه ما تجيش على اكل. هم خافوا. لا لا هم ماشي، بس هم خافوا. لا مش خايف. امال هو شايفين جمالهم؟ الساعه كام دلوقتي يا جماعه؟ الساعه كام يا استاذ عمر؟ لما تيجي احنا عايشين الساعة 5 الا تلت. 5 الا تلت. الجو تحفه. اصل احنا قدامنا كتير ليه بقى؟ استاذ عمر هيقول لكم نظريه ان احنا اتحركنا ليه بقى قدامنا كتير. ليه يا استاذ عمر؟ عشان معانا شبان كتير ورا. اصل هم خدوا مننا البطايق في التفتيش خدوا في عين موسى، واحنا قاعدين في الريست كل ده مستنيين البطايق بتاعتنا تيجي. بس طبعا عايزه اقول لكم ان القعده نفسها تحفه. ده في كلب جه. ايه ده؟ ده جوزها. شفتوا المفاجاه؟ مش قلت لكم هيبقى في مفاجاه؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناه. هتشوفوا معايا كل يوم جديد. كلاب، قطط، بحر. مش بعيد اصور لكم قرش. ايه القمر ده؟ عايزه اقول لك يا عزه كلوا كل الساندوتش، ومش من عادتهم ان هم ياكلوا كده غير لما يكونوا جعانين. طبعا. انت قمر، بس ما تفهمنيش ان انت. بصي مش ممكن ده جوز دي، في فرق احجام رهيب. لا صح، احنا لازم نعمل لهم تحليل دي ان ايه. لازم نعمل تحليل دي ان ايه وناخد البصمه الوراثيه. انت امور. شبه ابوه. على فكره شبه جده. الكلب ده شبه ابوه، وده شبه مين؟ شبه امه. شبه جده. وفي 2 تانيين هنا على فكره نايمين. ما كانوش اللي نايمين دول، خدي بالك يا عز. اما يصحوا ان شاء الله. ما احنا شكلنا قاعدين هنا لحد 6 الصبح. شايفين الجمال؟ انا عايزه اقول لكم ان الكلبه دي كانت عماله تهوهو على كل العربيات لما وجعانه ومحدش حس بيها. اول ما قلت لها يا لولو يا حلوه. نعم ثواني. اول ما قلت لها يا لولو يا حلوه جت. انت يا قمر. ده حتى جوزها جانا اهو. هيرو مستر هيرو. انتي حلوه يا اختي با. صراحه اي رحله تبتدي بحيوانات فهي بتبقى رحله جميله جدا جدا. انا عايزه اقول لكم انا بحب السفر في الصيف جدا، ما بحبش الشتاء خالص. واحنا دلوقتي فجر 5-6 والجو تحفه. مش مهم بقى خلاص. لا مش عايزاه. لا هيشربوا نسكافيه. فاي رحله بتبتدي بحيوانات دي بتبقى صراحه جميله جدا. استاذ عمر الكلب وراك عمال يبص لك. الجرو الصغير بيشم فيك. هيعضك. ده خاف بجد. كان بيشم فيك بس. بص شرب الميه ما حطيتها له في الاكل يا شيخه
شفتوا بقى كانت عماله تهوهو على كل العربيات والناس خايفه منها. لما احنا لعبنا معاها قاعده وكيوت ازاي. لازم تتعلموا يا جماعه ان انتوا تعاملوا الحيوانات كويس، مش ان انتوا لما الكلاب تهوهو تضربوها بطوبه ولا تجروا منها. لا، اكلوها شربوها، هتعرفوا ان الدنيا ابسط من كده بكتير. كلوا ومشيوا وانبسطوا، والاتنين التانيين دول نايمين. وفي قطه كمان بيضه ظهرت. انتي حلوه، قطه كمان ظهرت اهي. قطط عايشين مع الكلاب والبني ادمين مش بيستحملوا بعضيهم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. اهي الريست اهي انا بصورها لكم، واشتركوا في القناه واتفرجوا على الفيديوهات الجايه، في مفاجآت كتير قوي، بحر وشمس وتنطيط ورقص كمان. يلا باي ياسمينة.